حاجة بسيطة جدا نقدر نعملها، ولكن اضافاتها لينا خلال اليوم ان هي بتشحن لنا طاقتنا وبتخلينا نقدر نكمل تدريباتنا باقي اليوم بشكل فعال جدا وبشكل قوي جدا. كل حاجة هتعملها هتضيف لك، وكل حاجة هتعملها هتسرع لك من معدل الاستشفاء بتاعك، وتقدر ترجع تاني لأعلى أداء والأعلى طاقة في أقرب وأقصر وقت ممكن. اتكلمنا عن الاستشفاء، خلينا نتكلم عن كيفية الاستشفاء. أعمل إيه علشان أعمل الريكفري بتاعي؟ إيه هو بروتوكول الاستشفاء الأمثل اللي ممكن أشتغل بيه؟ خلينا نبتدي كده من أول ما بتخلص المجهود أو التدريب أو الماتش بتاعك. أهم حاجة تعملها بعد الماتش رقم 1 استرتشات، إطالات. لازم تعمل إطالات من مدة ما تقلش عن 5 دقايق لغاية 10-15 دقيقة، مفيش مشكلة. دوت اللي بيحددوا المجهود اللي انت بذلته خلال فترة التمرين أو الماتش بتاعك. خلصنا التمرين، خلصنا الاسترتشات، ابتدينا نتحرك، سواء هروح على البيت، سواء أنا في الجيم، سواء في النادي بتاعي. بعد التمرين والاسترتشات محتاج أعمل حمام تلج، أنزل في أحواض التلج لو متوفرة، لو مش متوفرة تقدر تجتهد شوية وتعملها عندك في البيت. التلج مفيد جدا في الاستشفاء للمفاصل والعضلات، خصوصا ان لعبة الكورة فيها التحامات كتيرة، فده بيبقى كويس جدا عشان يخفف عليك حبة من آلام الكدمات اللي ممكن تكون حصلت خلال الماتش او التدريب. خلصنا الاستشفاء بتاع التلج، نقدر بعديها نقعد ناكل. الاكل من اهم بنود الاستشفاء اللي ممكن نستخدمها. وجبة بعد التمرين محتاج يكون فيها أول حاجة اللحوم الحمراء، لأن هي أغنى عنصر بالأحماض الأمينية. تاني حاجة الكربوهيدرات عشان ترجع تملى تاني مخازن الطاقة اللي في جسمك. العنصر الثالث المهم في الأكل هو المعادن. من أهم المعادن اللي المفروض تحافظ عليها باستمرار في جسمك هي الصوديوم والبوتاسيوم، لأن هما من أهم المعادن اللي بتساعدك على الاستشفاء وبتجنبك فيما بعد مشاكل ممكن تحصل لك. وبعد كده عندنا المية والسوائل بشكل عام، لأن احنا بنفقد كمية كبيرة جدا من السوائل بتاعت جسمنا أثناء التدريب، خصوصا لما يكون تدريب عنيف أو في الماتش. خلصنا الأكل، عندنا اليوم اللي بعده نقدر نعمل فيه تدليك. التدليك مفيد جدا. التدليك بيساعدنا ان احنا نعمل استرخاء عالي في العضلات، بيساعدنا ان احنا نرجع تاني بسرعة، بيساعدنا ان احنا نتخلص من التعب اللي بيبقى عندنا بعد ساعة ونص أو ساعتين من جري وخبط ومجهود عالي جدا على الجسم. التدليك من أهم وأفيد وأقوى الحاجات أو الطرق اللي ممكن تساعدنا إن احنا نعمل استشفاء. خلصنا تدليك، حالتنا بقت أفضل، قادرين ننزل نتمرن تاني. يفضل إن التمرين اللي بعد التدليك وبعد مجهود عالي في اليوم اللي قبله تكون ريكفري سيشن. الريكفري سيشن دي بتكون عبارة عن تمرين بيتميز ب3 حاجات. رقم 1 انه بيسخن الجسم، رقم 2 انه بيعمل تدفق للدم في العضلات، رقم 3 بيبقى فيه جزء للاسترتشات كبير. ولو انا محتاج وقت وما عنديش فرصة ان اعمل ريكفري سيشن بالشكل ده، يبقى ممكن اخدها بالشكل التاني، اني هتمرن التمرين اللي انا محتاجها عادي كأني مش عامل مجهود اليوم اللي قبله، ولكن بحمل لا يتعدى من 40 ل 60% ماكسيموم. هتمرن التمرينة ولكن بشدة خفيفة جدا عشان اقدر اساعد جسمي انه يعمل استشفاء تاني. مهم جدا، ودي حاجة مستمرة معانا، ومن اهم الطرق اللي بتعمل لي استشفاء هو النوم العميق لفترات طويلة. الفترة بتفضل ان هي ما تقلش عن 6-7 ساعات، معاك لغاية 8-10 ساعات في اليوم. دي بتختلف من جسم للتاني ومن تعود وطبيعة كل شخص للتاني، هو متعود ينام كتير ولا لأ، ولكن مش بتقل عن 7 ساعات ومش مطلوب ان هي تزيد عن 10 ساعات. النوم من أقوى وأهم الطرق اللي ممكن تعمل بيها استشفاء. حافظ عليها من أول الليلة اللي بعد المجهود العالي بتاعة التمرين، وكل يوم طالما انت في الفترة دي عندك مجهود عالي او منافسات او تدريبات عاليه او ايا كان المجهود اللي بتبذله، لازم تحافظ على نومك يوميا. وطالما بنتكلم عن اهميه النوم، يبقى لازم نعرف كمان اهميه الناب او القيلوله اللي هي بتكون في نص اليوم ولا تتعدى مدتها عن 45 دقيقه. حاجه بسيطه جدا نقدر نعملها، ولكن اضافاتها لينا خلال اليوم ان هي بتشحن لنا طاقتنا وبتخلينا نقدر نكمل تدريباتنا باقي اليوم بشكل فعال جدا وبشكل قوي جدا. من اهم الحاجات اللي ممكن نعملها، ولو في فرصه انك تحافظ عليها يوميا، هتلاقي ادائك في التمرين بيتطور كتير. وكل دوت في الاخر بيساعدك انك تعمل بروتوكول استشفاء كويس تحافظ عليه يوميا خلال فترة تدريبك.
نهتم بالاستشفاء على قد ما نقدر، نهتم بالطرق، حاول تعملهم كلهم، حاول تعمل اللي تقدر عليه منهم. كل حاجة هتعملها هتضيف لك، وكل حاجة هتعملها هتسرع لك من معدل الاستشفاء بتاعك، وتقدر ترجع تاني لأعلى أداء والأعلى طاقة في أقرب وأقصر وقت ممكن. ربنا معاكم، نحافظ على نفسنا، نهتم بنفسنا، وزي ما جسمك بيديك طاقة وبيديك أداء عالي، ساعده إن هو يعمل استشفاء عشان يقدر يحافظ إنه يقدم لك تاني المجهود اللي أنت بتطالبه بيه على طول. ربنا معاكم وربنا يحميكم، نحافظ على نفسنا، ناخد بالنا من نفسنا، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.